السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومامديني وماما عنبي وحان مانتا إذين وضو قروح ديسا همباليدا إذين وضو إذكا أركدونتين همباليا إذين لاي هاي قوركودا قورك لغو نستو لغو نغاد الله كديو وحان مانتا لكا أوغا همباليينا يا قبدا إذن قلنا هاي هاني عدي إذنين كيدا إلياس وحان كالو همباليينا يا هو يدت ما شاء الله تبارك الله هني أبيهت نور إيه هو يدد منا وحن ليه هاي مانتا ماشي هو الإسكو أرك فرحد بش برواخو كال أرك سيدا أقول راح يسني سيدا وصو وحد ديجني نكاح وروح بدن وأروسكي سنة هولن كدعي دونه هالنكاح عس مانتا وحن كسو بيني ودن كبيلجا مجال قنتي waan kasoo faataxaysan alxamdulilah kusoo nikaax qurux badanoo maasha allahna waa u dhacay walaalaheed waxaan leeyahay hambalyo hooyadiis waxaan leeyahay hambalyo walaalihiisna waxaan leeyahay kulligiin waxaan idin leeyahay hambalyo hani waa gabar magaalada nala degan aabaheedii hooyadeeda aan wada garab taagneyn eedana aan u nahay allaha noo dhaafo ninkeedana waa nin carab ah عيالك سي والله وحان لنا هاي أقبل الله نيجا ديو نكاح قروح بدنا يدين داعي أروس قروح بدنا ويدين داعي دونا ريرجن ديو دن ويدين همبليين وين وحيد ليهين همبليو انت ماشي جوبتيو دن همبليو وحاكلو ديرات سيئة شرحات نكاح حاصل شرحي الروسية وحي للشرحي دينك أرك دونتين قروح ذا ماشي وحا دياريي ولا شيء أيان ولا شيء رحمة سيدا أوغادا هدا أباهاتان قروح داس وانيلا سوبينايا كراستا فرديغا أدونكا وحكستو ديارين تا أروسيا دا حفلدها وحا إذن الله هاي وصو دونتا أيان رحمة والله بقى بدوضا ولا عليه كربيه كتوضو ويسوي ذكرتين وانيلا شرحة رير بيلجام ويوحى الله إذا كأركتونتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنكح بالرواية فاهمين محال الشخارة سنبوس كاين ما سوب سنة إذا كنجيس وادلبتين هنكوا سوب سنة وحاين هذين كيلا وايد كل هالباع نندو قعنا عليك الدوب وين الجوب ما شاء الله وطورا فاهمين بكسيان سنبوس كعرته هيك وادل على كان قروح البدن waxaa sharaxay ayaan iyo لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإخوة والأخوات، الزواج هو سنة إسلامية لأن الله شرع لنا الإسلام، شرع لنا الزواج، وسنة إنسانية لأن الله تبارك وتعالى بدأ الآية الأولى في سورة النساء وهي تتكلم عن الزواج بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سنة كونية، لأن الله يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الكون كله بإنسه وجنه وجباله ونباته وحيواناته وحشراته قائم على الزوجية بمعنى الثنائية، لأن الزوجية أو الزوجية هي نوع من التكامل، الضعف التكاملي. كلا الزوجين يحتاج إلى الآخر ليكمل وظيفته في الحياة. فيتفرد رب العزة سبحانه وتعالى بالتوحيد المطلق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن يعطي هذه النبذة القصيرة عن الزواج، لأن الزواج أو عقد الزواج في الإسلام عقد مهم وخطير، لأنه عقد بيننا وبين الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الزواج وسنه لنا الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. والله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. بدأت الآية الأولى في سورة النساء بتقوى الله، وانتهت بتقوى الله أيضا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واختتمت بتأكيد رقابة الله تبارك وتعالى على كلا الزوجين. إن حرف توكيد، إن الله كان عليكم رقيبا. والله لو طبقنا معنى هذه الآية لصلح حال الأسر وحال المجتمعات جميعا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ما معنى التقوى؟ لن أتكلم عنها بما جاء في كتب العقائد أو المعنى الفلسفي، ولكن بمعاني بسيطة. عندما يفكر الزوج في شأن زوجته بعقله، أو الزوجة في شأن زوجها بعقلها، عليهما أن يتخذا من عقليهما ما يقيهما غضب الله عليهما في الدنيا وعقوبته في الآخرة. إذا كانت فكرة سيئة لا يفكرها، فكرة يعني تؤكد المحبة بين الزوجين والسعادة بينهم. بسم الله، عندما يتكلم كلا الزوجين مع الآخر يختار الكلمات التي تحقق الانسجام والسعادة فيما بينهما، لأن الله يسجل لنا كل كلامنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إياك وإياك أن تسجل بلسانك كلمة تكون في سجل السيئات، لأنها ستكون شاهدة علينا. عندما يتعامل كلا الزوجين مع بعضهما عليهما أن يتخذا من تعاملهما ما يقيهما غضب الله عليهما في الدنيا وعقوبته في الآخرة. الذي خلقكم من نفس واحدة. عندما نعقد الزواج يصبح ابننا الياس يعتقد أن زوجته هذه الابنة جزء منه. لماذا؟ لأن الأم الأولى البشرية حواء هي جزء من أبينا آدم، فكل بناتها يتبعنها. إذا كانت الأم الأولى حواء جزء من آدم، فكل زوجة تعتبر جزء من زوجها. ماذا يعني هذا؟ عندما أعتقد أن زوجتي جزء مني، عندما أفكر فيها كأني أفكر في نفسي، أتكلم معها أتكلم مع نفسي، أتعامل معها أتعامل مع نفسي. وهل يجوز لإنسان يتكلم أو يفكر أو يتعامل بشيء يضره؟ لا يجوز. كلنا بنفكر ونتكلم بالأمور التي تأتي لنا بالخير. فكذلك للزوجة وكذلك للزوج. ثانيا، لو أصاب إنسان صداع في رأسه، وجع في رأسه، ماذا يفعل؟ العقل والمنطق يقول يطبب هذه الرأس، يأخذ حبة أسبرين، حبة دفلجن، يذهب للطبيب. إنما مثلا يقول والله رأسي صدعتني أصدعها، أديها بالبوكس، ما ينفعش. أخبطها في الحيط، ما ينفعش. أصيع عليها أيتها الرأس الحمقاء لماذا تصدعينني؟ ما ينفعش. لماذا لا؟ لأني لو فعلت ذلك الصداع لن يتوقف ولن يقل بل سيزيد. ولذلك عندما تصدعنا زوجاتنا مش نصدعها تقول لي كلمة كلها 20، لا، ليس هذا عقل ولا فقه ولا دين، لأن هذا سيزيد المشكل. عندما يرى الزوج زوجته غاضبة أو الزوجة ترى زوجها غاضبا، على كليهما أن يحاول أن يهدئ من هذا الغضب.
تقول لها اسمحي لي، تقول له اسمح لي، لن أفعل، وهو لم يفعل شيئا خطأ، أو هي لم تفعل شيئا خطأ، ولكن نريد أن نطفئ النار، لا أن نشعل النار في البيوت. كلمة من هنا وكلمة من هنا والشياطين تدخل وتتأجج وتخرب البيوت. لا، الإسلام لا يريد ذلك، الله ورسوله لا يحبون ذلك للمسلمين وللمؤمنين. وإني سأنصح ابننا إلياس وابنتنا والحاضرين جميعا ومنهم المتكلم بنصيحتين اثنين، مش بعشرة تقولوا والله الشيخ جاب لنا كلام كثير مش هنفهم، لا، حاجتين لو طبقناهما والله لا أسعدنا الله في بيوتنا وأسعدنا في الدنيا وقبلنا في الآخرة. أول شيء النية، إنما الأعمال بالنيات. إذا أردنا نصلي ما ينفعش نصلي من غير نية، نصوم من غير نية، الفرض له نية، السنة لها نية، الحج له نية، الزكاة لها نية. إنما الأعمال بالنيات، ما فيش عمل من غير نية عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي نية الزواج؟ يقول لك تزوجنا إيه النية؟ لا، قبل أن يتزوج الابن إلياس وابنتنا كان بيأكل وبيشرب وبينام وعنده ملابسه وعنده دار وعنده سيارته وهي كذلك. ولكن لماذا نتزوج؟ ما هو المقصد الشرعي من الزواج؟ أن تزيد السعادة فيما بينهما، أن تزيد المحبة فيما بينهما، أن تزيد الثقة فيما بينهما. هذا الهدف من الزواج. لو إنسان قبل أن يتزوج تأكد أنه مش هيكون سعيد، مش هيكون فيه ثقة، لن يتزوج الناس. إنما نتزوج لكي تزيد السعادة فيما بين الزوجين، تزيد المحبة فيما بين، يزيد التفاهم فيما بين الزوجين. هذا هو الزواج في الإسلام، الزواج الحقيقي الذي ينتج هذا. فلذلك يجب أن تكون النية حاضرة. ساعة الزوج ما يجد زوجته غاضبة يتذكر تزوجها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليسعدها لا ليتعسها، لا ليشقيها. فإذا كانت الكلمة تزيد السعادة والمحبة والثقة بسم الله يقولها. الكلمة تأتي بالعكس، لا يقولها. من كان متكلما فليتكلم بخير أو ليصمت. الركن الثاني والأخير لكي نحقق هذه النية علينا بالصبر، ثم الصبر، ثم الصبر. الصبر مفتاح الفرج كما يقولون، واللي يصبر لازم ينجح، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. الله مع الصابرين، الله يكافئ الصابرين. ولذلك الطالب إذا صبر على تلقي العلم ومراجعة الدروس لابد أن ينجح. إذا لم يصبر يرسب. العامل إذا لم يصبر على مشقة العمل يطرد من العمل. فكيف نكون أسر سعيدة فيما بيننا؟ النية والصبر، الصبر المستمر. إذا صبرنا فقد حققنا الإيمان، فقد حققنا السعادة. ثم بعد ذلك أعرج تعريجا سريعا على أركان الزواج الأساسية. أركان الزواج الأساسية: الركن الأول ما يسميه الفقهاء الإيجاب والقبول. على ابننا إلياس أن يعتقد بقلبه أن هذه الزوجة أفضل زوجة له على وجه الأرض، وعليها أن تعتقد أن زوجها أفضل زوج لها على وجه الأرض. لماذا؟ لأن الله اختارها له واختاره لها، وحاشا لله أن يخطئ في الاختيار. علي أن أثبت حسن اختيار الله لي، وزوجتي كذلك تثبت حسن اختيار الله لها. فهذا هو الركن الأساسي في الزواج. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا زواج إلا بولي، موجود جنبه الآن ولي الزوجة، وشاهدي العدل، 2 شهود على الأقل، أقل الإشهار، وإحنا الحمد لله كثير الحمد لله. الركن الأخير الصداق، لأن الله يقول: آتوا النساء صدقاتهن نحلة، وسماه الله صداق لأنه ينبئ عن صدق النية في التوجه إلى الزواج. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة: يا رسول الله زوجني بفلانة، قال: أصدقها. الصداق ركن من أركان الزواج، ولا بد أنكم اتفقتم على الصداق فيما بينكم. فهذا أمر يخص، إذا أرادوا أن يعلنوا هذا من حقهم، فإن أرادوا أن يكون فيما بينهم يكون فيما بينهم. فهذه أركان الزواج الأساسية. وإني سأبدأ الآن عقد الزواج، وإن شاء الله هذه الجلسة مباركة، لأن ملائكة السماء تحضر معنا فيها، لأن الله يحب هذا الأمر، يحب أن يتزوج الناس زواجا حلال. لأن الدليل لذلك
لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا رسوله. فقولوا جميعا ورائي: تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمخالفات، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. كريم أعطني يدك. ما اسمك؟ ما شاء الله نور الدين. أعطني يدك. إياس قل ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله. عمي عمي نور الدين، نور الدين، زوجني زوجني ابنتك موكلتك. تعرف اسمها ولا ما تعرف؟ ايش اسمها؟ هاني على كتاب الله على كتاب الله وسنة رسوله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه وسلم، وعلى الصداق وعلى الصداقة المتفق المتفق عليه بيننا. بيننا، وأعاهد الله وعاهد الله أمام الحضور أمام الحضور أن أكون أن أكون زوجا زوجا مسلما مسلما مؤمنا مؤمنا محسنا محسنا وفيا، وفيا، وأبذل جهدي وأبذل جهدي لإسعاد زوجتي ولإسعاد زوجتي في حياتي، في حياتي، والله على ما أقول والله على ما أقول وكيل وشهيد. وكيل وشهيد. نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بركات. إلياس، قبلت زواجك لابنتي موكلتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المتفق عليه بيننا زواجا شرعيا. وأعاهد وأسأل الله وأرجو الله أن تكون ابنتي موكلتي نعم الزوجة المسلمة المؤمنة المحسنة الوفية العفيفة المطيعة لك في طاعة الله ورسوله، وأن تبذل جهدها لإسعادك في حياتها، والله على ما أقول وكيل وشهيد. تم العقد الآن. فإلياس زوج لهاية، وهي زوجة لإلياس على كتاب الله، وقد شهد الشهود بذلك. وإني داع الله لهما وللحاضرين جميعا، فأمنوا وقولوا آمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تبارك هذين الزوجين، اللهم اجعل زواجهما زواجا مباركا ميمونا في الأرض وفي السماء. اللهم قيهما شرور نفسيهما وقيهما شرور الخلق أجمعين. اللهم اجعل بينهما سكنا ومودة ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ابننا إلياس أن يكون سكنا ولباسا لزوجته، ووفقها أن تكون سكنا ولباسا له. اللهم اجعله قرة عين لها في الدنيا والآخرة، واجعلها قرة عين له في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل كلامه بردا وسلاما على قلبها وعقلها وروحها وخلقها وسلوكها، واجعل كلامها بردا وسلاما على قلبه وعقله وروحه وخلقه وسلوكه وتعامله. اللهم ارزقه برها وبر ما وراءها، وارزقها برها وبر ما وراءه. اللهم ارزقهما الحلال وبارك لهما فيه. اللهم اكفيهما بحلالك عن حرامك، واغنيهما بفضلك عمن سواك. اللهم أتم لهم بهذا الزواج إيمانهما، وأكمل به عليهما نعمتك يا كريم. اللهم يسر لهما به كل أمر عسير. اللهم افتح لهما به أبواب رحماتك وأبواب تيسيرك وأبواب فضلك وأبواب جودك وأبواب رزقك الحلال، واجعلهما زوجين سعيدين في الدنيا وزوجين سعيدين في الجنة يا رب العالمين. وارزقهما بذرية صالحة نافعة لهما ولأسرتيهما وللإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين، وصلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الآخرين.
وصلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيب الله في كل وقت وحين. وصلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيب الله في الملأ الأعلى يوم الدين، صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين النبي الأمي الأمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا كبيرا، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونقول للعروسين ما علمنا الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما. Gracias.